ما ينفعش كده، وانا هقعد اقدم لكم محتوى حلو مش هتقدروني. انتوا عايزين محتوى مبعبص. اتفرج يالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ انا زياد الهرم الرابع، جاي لكم النهارده بفيديو جديد. انا الفيديو الاخير اللي هو بتاعت النسخة اللي هي فيرجن 39. بصراحة يا جماعة انا بشكركم جدا على الريتش اللي عالي واللايكات وكل ده. انا بحب يعني الفيديو اللي يجيب ريتش اعلى، والكومنتات الايجابيه بتاعتكم دي بتخليني ابتكر اكتر واعمل لكم حاجات انتوا حابينها اكتر. عشان كده انا ما رضيتش اطول عليكم في التاخير وكده، وجبت لكم النهارده فيديو جديد لكيبورد جديد بتاعي. الكيبورد بتاعي فيرجن 22. انا عرفت ان في ناس كتير قوي كانت طالبه مني كيبورد وكده، وجهزت لكم كمان نسخه اعمال، وان شاء الله بنعمل انا واسلام الهرم حاجه جديده كده لرمضان، استنوها. وان شاء الله الحاجات دي كلها تنزل على خير، وباذن الله تعجبكم كلها. المهم يا اخويا، قبل ما نبتدي الشرح وقبل ما نقول اي حاجه، الفيديو في الكيبورد ده بباسورد، تمام؟ الباسورد هيتقال على مرحلتين في الفيديو زي المره اللي فاتت. المهم يا اسطى، قبل ما نبتدي الفيديو انا عايزك تنزل تعمل لايك واشتراك لو انت مش مشترك، وتحط لي كومنت كده باسمك وكلمه كده حلوه من عندك تشجعني. المهم يا اخواتي، الكيبورد اهو، الكيبورد بتاعنا الجديد. انا مش حاطط له واجهه، تمام؟ او فيرجن 22. كيبورد سهل خالص وبسيط، انا ما رضيتش احط له اي واجهه، ومش محتاج اذكر فيه ناس لان الناس كلها عارفه عندي ايه. انا ليا اخوات كتير، وبرضه ما يبقاش فيه زعل ولا اي حاجه. المهم تعالوا مثلا نجرب النسخه، نجرب الكيبورد الجديد. دقيقه واحده، نخش مثلا كده على شاتنا عشان نعرف نصور الكيبورد براحتنا. طبعا مش هو ده الكيبورد لسه انا قريب. تمام، دقيقة واحدة. ادي الكيبورد اهو. طبعا ده الكيبورد يا اخواتي زي ما انتم شايفين اهو. ده العربي العادي، الزخرفة الاولى، الانجليزي المزخرف، الزخرفة التانية، الانجليزي العادي. طبعا تعالوا بقى نشوف العربي العادي وسطر الايموجي بتاعه. ادي سطر الايموجي بتاعه، ضحكة وقلب وكل الكلام اللي احنا بنحبه ده. وادي الضحكة طبعا دي جميلة جدا وخفيفة قوي في الشات، مش تقيلة. طبعا في الكوبي بيست وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده، تمام. تعالوا بقى نخش نشوف الزخرفة اللي بعدها يا اسطى اهو. ادي الضحكة، طبعا دي الضحكة. عندك ده اللينك بتاع شاتي، دي سطر الايموجي اهو زي ما انتم شايفين، وعندك البداية والنهاية والختم. انا مظبط لك الدنيا اهو اهو زي ما انتم شايفين. زخرفة جامدة قوي يا اخواتي، طبعا فيها الكوبي بيست اللي احنا عارفينه. حلو، دي اول زخرفة. تعالوا نخش على زخرفة الانجليزي. ادي اول زخرفة الانجليزي. زخرفة الانجليزي حاجة جامدة قوي يا اسطى. دي سطر الايموجي زي ما انتم شايفين اهو، سطر ايموجي جامد جدا جدا جدا. طبعا دي ما فيهاش ضحكة. ولينك قناتي تحت اهو، ادي لينك قناتي، تمام. المهم يا اخواتي، اول باسورد هيبقى 11 1 1، تمام. ركزوا معايا، اول باسورد هيبقى 11 1 1. طبعا دي الزخرفة التانية. احنا كده شفنا الزخرفة الاولى والعادي والانجليزي المزخرف، عايزين نشوف الزخرفة التانية اهو. زخرفة جامدة قوي يا اخواتي. تعالوا نشوف سطر الايموجي. ادي سطر الايموجي اهو، جات لك ضحكتين وخفاش، وادي البداية وادي النهاية وادي الختم زي ما انتم شايفين اهو يا اخواتي. دي البداية ودي النهاية. تعالوا بقى نشوف الضحكة. وادي الضحكة، ضحكة كده خفيفة في الشات عشان ما تهنجناش. وطبعا ده الانجليزي العادي زي ما انتم شايفين، حاجه كده فخامه. وزي ما قلت لك يا اخويا، يا رب تقدر تعبي وتنزل تحط لايك كده وتشجعوني زي الفيديو اللي فات. وان شاء الله الكيبورد ده يعجبكم جامد قوي. احنا الكيبورد تعالوا بقى نشوف السمات بتاعته وعظمته. طبعا تعالوا نشوف اول سيم كده. احنا اخترنا اول سيم. ادي اول سيم يا اخواتي، اول سيم. تعالوا نشوف تاني سيم. ادي تاني سيم. سمات خفيفة جدا، خفيفة قوي فعلا. ادي تالت سيم. كل السمات في حرفيا خفيفة جدا ومش تقيلة. ادي رابع سيم. الكيبورد ده يعجبكم جامد قوي وهتدعولي عليه. ادي خامس سيم. خامس سيم ده اللي خفيف جدا جدا جدا. ادي سادس سيم، والسيم ده برضو خفيف جدا جدا جدا. وادي سابع سيم. سابع سيم زي ما انتم شايفين يا اخواتي، الكيبورد ما بيهنكش معايا خالص. تامن سيم. تامن سيم اهو.
ادي تاسع سيم، وده الاساسي طبعا، وده اللي الناس كلها حباه. تاسع سيم زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي اهو. انا وريتكم السيمات كلها. ده طبعا السيم الاساسي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، ده السيم الاساسي. وزي ما انتم شايفين كده يا اخواتي الكيبورد مفيش حاجه فيه ناقصاه، كيبورد جامد جدا، خفيف قوي، طلقه في الشات، وزي ما انتم شايفين. بس كده يا اخواتي اخر باسورد 1-3-13، اخر باسورد 13، اخر باسورد 13 1-3. بس كده يا اخواتي الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش يا اسطى اللايك والاشتراك زي ما قلت لك، وحط لي كومنت حلو كده من عندك، وهسيب لك لينك الكيبورد في الوصف. يا رب الكيبورد يعجبك، ولو عجبك ما تنساش تحط اسمك وتخش يا اسطى كده تديني كده حاجه حلوه كده من عندك في الكومنتات. بس كده يا اخواتي الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يعجبكم الكيبورد والفيديو. مع السلامه.